الست دي حياتها اتقلبت في لحظة بسبب موقف غريب جدا. ابنها الصغير تبول عليها، وبعدها لحظت ان شعر ابيض خفيف بدأ يطلع عند اخر ظهرها العصاص، وظهرت شوية شعر جنب شفايفها، واسنانها بقت حادة. بس ما كانش عندها وقت تفكر عشان ابنها عامل دوشة ورافض ينام، وجوزها قاعد ماسك الموبايل بيلعب جيمز من غير ما يهتم بيها. تاني يوم اخدت ابنها على البارك، ولاحظت ان كلاب كلها بتنجذب ليها بشكل غريب، وبعد ما تعبت ونامت على النجيلة لقت الوبر الابيض زاد على وشها. رجعت البيت لقت ابنها مخرب الدنيا بالالوان، وجوزها قاعد في الحمام ماسك الموبايل ولا كأنه شايفها. حاولت تنظف البيت بس وقعت، ووجع ظهرها بقى لا يحتمل. بصت في المراية لقت كلكوعة كبيرة مكان الشعر اللي كان طالع، ولما غزتها بإبرة سحبت منها ديل كامل. من هنا بدأت حواسها تختلف، بقت تشم كل مكونات أي بسكوتة من ريحة صغيرة. والأغرب إن كل ليلة الكلاب كانت بتقف تحت بيتها وتنبح. في ليلة معينة قررت تنزل تشوف في ايه. اول ما خرجت فوجئت بالكلاب محاوطة البيت، فجأة هجمت عليها ومزقتها بأسنانها.